ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا بقى في رمضان، ورمضان يعني الحاجه الحلوه، تعالوا النهارده هنعمل قطايف في البيت بطريقه حلوه قوي، بسيطه، مش هتاخد وقت خالص، بس طعمها مختلف تماما عن اللي احنا بنشتريها. عايزه اقول لكم، لو جربتوا الطريقه دي هتعتمدوها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي كوبايه ميه، كوبايتين سكر. الشربات لازم بتاع القطايف لازم يبقى تقيل. هفضل اقلب فيهم كده لحد ما السكر يبدا يدوب، تبدأ تغلي معايا. أول ما يغلي معايا هعصر عصرة ليمون عشان ما تسكرش، وهوطي النار واسيبه تقريبا ربع ساعة. ونبدأ بقى نجهز العجينة بتاعة القطايف. عندي 3 كوبايات مية، كوبايتين دقيق، نص كوباية سميد اللي هو بتاع البسبوسة الناعم، عندي معلقتين لبن بودر، معلقتين سكر، رشة ملح. السكر واللبن البودر معلقتين كبار. عندي نص معلقة صغيرة خميرة ونص معلقة بيكنج باودر. هبدأ بقى اضربهم بالهاند بلندر، ممكن طبعا خلاط. بدأت اصفيهم عشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات. العجينة بتاعة القطايف ما بتحتاجش تقعد او تخمر، يعني تقريبا هي 10 دقايق ترتاح بس، وبعد كده نبدأ نشتغل بيها على طول. عندي بقى طاسة تيفال او اي طاسة تكون ما بتلزقش. هبدأ اسخنها على نار متوسطة كده. اول ما تسخن كويس جدا هبدأ اصب القطايف بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. اول ما نزلت القطايف بدأت تعمل فقاعات هواء كده، واول بقى ما علامه العجين تختفي خالص كده تبقى خلاص جاهزه معايا، التسويه بتاعتي مظبوطه. بدات اعمل واحده تاني اهي. اول ما بلاقي اول حاجه، اول ما بصب بلاقي بقى فقاعات هوا كده، والمسامات بتاعتها زي ما انتم شايفين ضيقه. لو المسامات بتاعت القطايف بتاعتي واسعه كده هي خمرت بزياده شويه. اول ما تبدا العلامه بتاعت العجين تختفي كده خلاص القطايف بتاعتي جاهزه. عايزه اقول لكم بسيطه قوي، ريحتها حلوه جدا، احلى من اللي احنا بنشتريها. طبعا الحجم بتاعكم ده المناسب بالنسبه لكم، يعني انتوا حابين تكبروها شويه تصغروها شويه، دي في ايديكم انتوا بقى. وفي خطوه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها بقى، ان احنا طبعا لما تخرج كده لازم نحطها على فوطه. عندي بقى الحشوه بتاعتي انا هحشيها مكسرات وجوز هندي وزبيب. طبعا ممكن نحشيها لحمه مفرومه، ممكن نحشيها نقفلها كده نص قفله ونحمرها وبعد كده نحشيها كريمه. طبعا اي حاجه بقى انتوا بتفضلوها يعني. انا عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي وطعمها يجنن. انا واحده من الناس اللي كنت بستسهل وبحب اشتري بقى يعني العجينه جاهزه يعني وكده. بس من ساعه ما جربت الطريقه دي، يعني لا استحاله اشتريها من بره تاني. ريحتها مختلفه تماما وطعمها احلى بكتير. عندي بقى الزيت بتاعي مسخناه كويس جدا الاول. بعد كده هبدا انزل بالقطايف على نار متوسطه. اول بس ما تاخد لون من الناحيه دي والناحيه دي وتبقى كده القطايف جاهزه معايا. طبعا محضره الشربات قبليها بحوالي ساعتين 3، لان مهم جدا ان الشربات بتاع القطايف لازم يبقى بارد كويس جدا. القطايف تبقى سخنه، بصوا ما شاء الله ما فتحتش معايا ولا اي حاجه. اول ما هتاخد لون بقى هبدا اصفيها كويس جدا وانزل بيها في الشربات. لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم قوي، وان شاء الله يعني تعتمدوها وتبقى دي اسهل وانجح طريقه للقطايف، بسيطه قوي وطعمها يجنن. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها، وان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه.